ماما عايزه فلوس عشان نازله مع صحابي. فلوس ايه يا حبيبتي؟ ما انتي معاكي العيدية بتاعة العيد اللي خدتيها. انتي ما خرجتيش ولا يوم وكل الفلوس معاكي. خدي منها واصرفي اللي انتي عايزاه. فلوس ايه اللي انت مديها لي يا ماما؟ هو الفلوس الجديده اللي انت عماله تقولي لي عاديه عاديه دي بتحسبيها فلوس؟ اه طبعا فلوس. وانا وباباكي ظبطنا امورنا من اول الشهر عشان خاطر نوفر لك فلوس العيدية دي. انتي عايزة من كام تحسبيها فلوس؟ ماما بابا كل اللي مديهم لي 300 جنيه عمي، وانت مدياني عليهم 200. انا بنزل مع صحابي بشوف كل واحده واخدة فلوس او عيدية بالباكو، والفلوس اللي معايا دي مش فلوس. صدقيني انا تعبت من الكلام ده ومش قادرة اسمعه تاني. هي دي مقدرتي انا وباباكي. انزلي واشتري الضروري وسيبي اللي ملوش لازمة، ونقي من المنيو حاجة بسيطة كده تاكليها مع صحابك. الفكرة في الخروجة مش في الاكل. ماما اسيب ايه واطلب ايه؟ اقل حاجه في المنيو هدفع اكتر من العاديه اللي انتوا مدينها لي دي كلها. وبعدين عايزه افهم حاجه، انت واخده بالك من الاسعار في كل حاجه في الدنيا وواعيه لكل حاجه بتحصل، اشمعنى الخروجات؟ بعد اذنك نقي اسلوبك في الكلام معايا. وبعدين يا ستي انا ما قلتلكيش ما تخرجيش وما قلتلكيش ما تاخديش فلوس. انزلي ونقي اللي احنا نقدر عليه. وبعدين في حاجات كتيرة جدا اسعارها مناسبة. مش لازم يعني نروح ناكل في اغلى المطاعم. ماما بعد اذنك ما تحسسنيش ان انت عايشه في ايام الابيض واسود. ماما الدنيا كلها ما بقتش كده، انت مش داريانه بالاسعار حوالينا ولا ايه؟ لا انا دريانه كويس اوي بكل حاجه بتحصل في الدنيا، بس برضو دريانه بظروف باباكي. عموما في فلوس جوه كنت شايلاها عشان الراجل بتاع الميه عدى قبل العيد. او حتى خدي من فلوس الجمعيه اللي كانت سايباها طنط سوير قبل ما تسافر. وربنا بقى ان شاء الله يحلها قبلها. فين الفلوس دي وانا اخدها؟ طب ما تقولي من بدري بدل ما انا عماله اتكلم. ما قلتش من بدري عشان دي فلوس التزامات علينا، وانا مش عايزه ازود على باباكي. بعدين ما اختك قاعده اهي واخده زيها زيك وما اعترضتش. انا مش عارفه انت ايه اللي مضايقك بس. انا ماليش دعوه باختي، انا محتاجه فلوس، اديني اللي انا عايزاه واخد بعضي وانزل. هقولك ايه، ادخلي خدي اللي انت عايزاه، بس برضو بالمعقول عشان نعرف نسدد. ايه دي شويه يا ليلى وبراحه شويه على ماما. هي بتفهمك الظروف يعني عشان تبقي فاهمه هي بتقولك لا ليه. وبعدين انت ما ينفعش تاخدي فلوس هي شايلاها لحاجه مهمه، هي مش بتقولك بتحوشي. وايه المشكله لما اخدها؟ وبعدين انت مدخله نفسك في الكلام ليه؟ مش انت راضيه وعاجباكي العاديه عشان تمامك كده بتقعدي في البيت؟ انا حره يا ستي، عايزه اخرج. وبعدين بعد اذنك خليكي في حالك. ما انا اصحابي هيعدوا عليا وخارجه، وهاكل معاهم ايس كريم وهنتمشى شويه. وحتى ان قعدنا في اي مكان هقعد على قد الفلوس اللي انا خدتها من بابا وماما. اسمعي اللي انا بقوله واتفضلي بقى انزلي، كفايه اول حد كده. انا بتدخل عشان حرام ان احنا نحمل اهالينا فوق طاقتهم مش اكتر. لا مش حرام، الفلوس هتتصرف ويحوشوا ويحطوا غيرها، مش اخر الدنيا يعني. خلاص بقى انتوا الاتنين، انا مش عايزه مشاكل. اهو ده اللي ناقص كمان نتخانق على الفلوس. بابا وماما لما بيدونا على قد اللي هم يقدروا عليه، مش على قد الناس اللي حوالينا او صحابنا او اي حد. احنا المفروض نكون عندنا عين وبنقدر الظروف اللي اهالينا بيمروا بيهم، مش نقعد نقارنهم بظروف ناس تانية. هما مش مطالبين يستلفوا ولا يتداينوا ولا يحملوا نفسهم فوق طاقتهم لاي ظرف، وخصوصا لما تكون حاجه مش مهمه. خروجه، هما ادونا عاديه في العيد مع اننا كبار ومش مضطرين ان هما يعملوا حاجه زي دي. انت صرفتيها بقى، عايزه تحوشيها انت حره. ولما تيجي تنزلي على قدك مش على قد صحابك، لان طول ما انت باصه على غيرك وعلى اللي في ايد الناس التانية عمرك ما هترضي باللي معاكي. انا اللي اعرفه ان بابا وماما ما يستاهلوش مننا غير كلمه شكرا، ونقدر كل حاجه هما بيعملوها عشاننا، مش نقعد ونرد عليهم ونعلي صوتنا ونحسسهم ان هما مقصرين. دول اقل حاجه يتعمل لهم تمثال تقديرا لكل يوم وكل حاجه في حياتهم ضحوا بيها علشاننا.